تعالى النهاردة نتكلم شوية عن الأساطير ونشأتها. المصريين القدماء كانوا بيشوفوا العالم حواليهم مليان أسرار. الشمس بتطلع وبتغرب، النيل بيزيد وبينقص، وكانوا دايما بيفكروا يا ترى الكون اتخلق ازاي. ما كانش عندهم علم يفسر ده، فابتكروا الأساطير، قصص مقدسة بتجاوب على أسئلة كبيرة وكتيرة. الأسطورة عندهم ما كانتش مجرد خيال للتسلية، لأ، دي كانت حقيقة مقدسة بتشرح وجود الآلهة والطبيعة وحتى وجود الإنسان نفسه. ومن هنا شفنا أبطال الأساطير، مرة آلهة ومرة بشر عندهم قوة خاصة. والفرق إن الحكاية الشعبية مجرد قصة بتتقال، لكن الأسطورة مرتبطة بالدين والإيمان، تقدر تقول كده حاجة ليها قدسية يعني. الأساطير المصرية القديمة بقى كانت مميزة جدا جدا، لأن كان وراها فكر وفلسفة، بتتكلم عن خلق الكون، سر الحياة والموت، والنظام الكوني اللي كان متمثل في المعد عند المصري القديم. يعني باختصار، الأسطورة عند المصري القديم ما كانتش بس حكاية، كانت مفتاح لفهمه للكون، ولحد النهاردة بتديك لمحة عن عظمة فكره. وعلى ذكر الأساطير طبعا، فالمصري القديم كان عنده أساطير كتيرة جدا، ولكن أشهرهم وأهمهم كانت أسطورة الخلق وأسطورة دمار البشر، أسطورة حورس وست، أسطورة رحلة الشمس وخلق القمر، وطبعا أسطورة إيزيس وأوزوريس، ودي اللي هنتكلم عنها النهاردة. أسطورة إيزيس وأوزوريس تعتبر أشهر أسطورة في التاريخ،